كاين بعض الموجودين في الخارج يعني يهاجموا بصراحة في الدولة هل هؤلاء معنيون بالعودة أيضا؟ كل معنيين، كل الجزائريين اللي عايشين في الخارج غلط ما يجيش يغرق روحه في غلطات، لأن منين يبقى في الخارج أمور واضحة. ما يقدرش يعيش في الخارج إلا ما رضاوش عليه المخابرات تاع ديك البلاد، ولا ما رضاوش عليه لا مافيا تاع ديك البلاد يوكلوه ويشربوه ويخدموه ضد بلاده في غالب الأحيان، وغدوة يصبح مورط في أمور لا تغفر ويغربوه نهائيا. قلنا هاد الناس باش ما تكونش انت لعبة بين أيادي الإجرام والناس اللي معولين والناس اللي هم يخلصوا أموال على ظهرك، قد ما يجندوا قد ما يدفعوا عليهم المخابرات. ادخل لبلادك اليوم، لا راك شاب عندك لي ستارت اب، عندك لا بي ام اي بي، عندك الامكانيات تاع منحه البطاله، عندك بالاقل تشوف الوالدين تاعك وترفع عليهم الحسره هذه اللي درتهم فيها. هذا هو القصد، احنا ما لم شمل كما قلنا. وهؤلاء الذين يعني ثبت أنهم تورطوا مع أجهزة مخابراتية أجنبية هل معنيون بالعودة أم لا؟ لا مش معنيين هذا. لا عاد يتحاكم، يفوت المحاكمة. اللي كانوا ساعة يدير فيديو وداك الشيء ماهوش مرتبط بشبكة، كاين اللي دخلوا تذكرش أسامي، كاين اللي دخلوا، كان 10 سنين راه يسب ويدير دي فيديو ودخل، لأن ماهوش مستعمل من طرف المخابرات تاع الدولة الفلانية ولا الدولة. اللي فيه ناس اللي يعني علاقاتهم واضحة. إنسان اللي كان مراسل نتاع المخابرات نتاع الكيان مثلا، ولا كان مراسل اللي الدولة راها في صراع مع دولتك وانت اعطيتهم معلومات وتقاضى من عندهم، هذه خيانة. خيانة ما تبحاش بروح عفى الله عما سلف، خيانة تخلص تفوت في العدالة وتجيب البرهان تاعك باللي ماكش تخدم مع مخابرات. مش معناه باللي غادي يقضيو عليك ولا، ولكن ماهيش بالغلطة نتاع الشاب اللي حرق لأن كان ضان هذه وهذه وهذه، هذيك حاجة أخرى. هذاك إنسان ارتكب خطية صغيرة، لو كان يخلي هاد الناس يستعملوه يصبح اسمه يذكر في أمور خطيرة على الدولة وتما يفقد بلاده. ماشي كيف